في ليلة باردة من يناير انتهى فصل قصير لكنه مثير في تاريخ ريال مدريد. شابي ألونسو أسطورة الوسط السابق يغادر مقعد المدرب بعد خسارة مؤلمة أمام برشلونة. الهزيمة في كأس السوبر الإسباني كانت القصة الأخيرة، لكن القرار لم يكن طردا بل اتفاق بالتراضي بين ألونسو والإدارة. خطوة هادئة لكنها تحمل الكثير من الدلائل. ألونسو كتب لجماهيره: انتهى هذا الفصل ولم يسر كما كنا نأمل، لكن تدريب ريال مدريد كان شرفا ومسؤولية كبيرة. كلمات تختصر مزيجا من الفخر والخيبة. 34 مباراة و24 انتصارا، 4 تعادلات و6 هزائم، أرقام جيدة لكنها لم ترضي طموح النادي الملكي الذي لا يقبل سوى القمة. رحل ألونسو تاركا خلفه تجربة قصيرة، لكن اسمه سيظل حاضرا في ذاكرة مدريد. والآن تبدأ مرحلة جديدة مع ألفارو أربيلو، فهل ينجح في إعادة فريق إلى المجد